الرجال اللي شفته بالبيت لحد الآن ما أعرف إذا هو كان إنسان لو لأ. قبل فترة كنت أمشي وحدي بمنطقة قديمة، مكان ما بيه ناس هواي. أني وجاي أمشي شفت قدامي بيت مهجور، الباب مالته كان شوية مفتوح، والصراحة أنا أحب أستكشف، فقررت أدخل لهذا البيت. البيت كان هادئ وصنطه، كان بيه غبار وريحة رطوبة وأثاث كلش قديم، فأني وجاي أمشي بالبيت سمعت صوت حركة وقلبي قام يدق سريع. بعدين قلت إنه هذا يمكن حيوان. أنا ودا أكمل استكشاف كان أسمع صوت تليفون يرن، وكان أدخل للغرفة اللي كان التليفون يرن بيها. دخلت للغرفة، كان الغرفة بيها كرسي قديم ويمه كان اكو تليفون يرن. فالتليفون ظل يرن مرة مرتين ما جاوبت. بعدين قررت أجاوب. جاوبت وقلت ألو. ماكو صوت. ورا ثواني انقطع الخط. بهاي اللحظة سمعت صوت خطوات وراي، فاندريت بسرعة. كان ماكو أحد، وقلت خلاص لازم أطلع من هذا البيت. وأنا وجاي أطلع بوعت إن الباب اللي دخلت منه انقفل. جربت أفتحه ما ينفتح، دقيت الباب صيحت كان ماكو أحد. ورا دقايق سمعت صوت مفتاح والباب انفتح. دخل رجال كبير بالعمر وقال لي ايش عندك هنا وليش دخلت؟ واني ما عرفت شنو اجاوب، فقلت له دخلت بالغلط. وقبل طلعت ركض من البيت وجسمي كان كله يرجف، وطلع البيت مو مهجور، كان بيه رجال كبير بالعمر يعيش بوحده بهذا البيت وينتظر اي شخص يدخل للبيت على مود يسولف وياه. ولحد الان ما اعرف انه هو انسان لو لا. ومن ذاك اليوم عرفت انه مو كل الاماكن المهجورة يعني ما بها احد. اكو اماكن مهجورة بس احتمال عايش بيها واحد. وهاي القصة اللي صارت وياي. اذا عجبتكم لا تنسون تخلون لايك واشتراك. واللي عنده قصة صارت وياه خلي يدز لي اياها على الانستغرام، راح اخلي حسابي بالوصف.